السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ محي. طبعا بخصوص حل امتحان اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي محافظة المنيا أو إدارة المنيا. طبعا بخصوص الامتحان طبعا أول حاجة بالنسبة للكتابة السردية طبعا مكشوف إن إحنا هيجيلنا مقال كتابة أو وصف مكان. طبعا هنا طالب مني نهر النيل. طبعا نلتزم نعمل عنوان ونلتزم طبعا بإيه؟ بالمقدمة لازم نبين فيها أهمية نهر النيل، طبعا أهمية الموضوع اللي أنا بكتب عنه، والموضوع طبعا لازم يشمل طبعا إحساسنا طبعا، وطبعا نوصف من النواحي الحسية برضو والجمال والكلام ده كله. الخاتمة طبعا إحنا إيه بنأكد على أهمية نهر النيل. بخصوص بقى أو نلخص يعني أهمية الموضوع بتاعنا. ثانيا النص الشعري، علاقة جملة تحيا لنا عزيزة في الأمم. خلي بالك بيقول لك عيشوا كراما، ده سببه ليه نعيش كراما؟ ايه السبب؟ عيشوا كراما تحت ظل العالم. النتيجة تحيا لنا عزيزة في الأمم، يبقى دي نتيجة. يبقى علاقة جملة تحيا لنا عزيزة في الأمم بما قبلها نتيجة لما قبلها، يعني هنا يعتبر سبب ونتيجة. طيب حدد وصايا الشاعر لبني مصر لا تبخلوا، يبقى طبعا ايه وصانا بعدم البخل. تمام. طيب معنى كلمة عزيزة يعني قوية. طبعا مات جمال بالنسبة للنص الشعري اللي هو المتحرر بقى، مات جمال في قوله حيا النيل أو حيا راكب الريح، حي النيل أو حيا النيل يعني هتحيي النيل. طبعا يا راكب الريح اللي هو مقصود بنا ايه الطائرات والكلام ده كله. حي النيل ده فعل ايه؟ ده فعل أمر، ممكن برضو مات جمال فيها يبقى أسلوب أمر هنا. حي النيل. طب هل النيل ده شخص؟ يبقى صور النيل بايه؟ بشخص. ممكن أقول ايه؟ صور النيل، ده تعبير أسلوب مجازي أو تعبير مجازي، صور النيل بشخص. طيب بعد كده تخير الإجابة الصحيحة مما بين قوسين. رضيعا ومنفطما كلمتين عكس بعض نقول عليهم تضاد. المقصود باخفض جناحك، هنا المقصود بها طبعا تواضع، خفض الجناح يبقى المقصود بتواضع. بعد كده طبعا الاستماع سهل طبعا من خلال فهمك للاستماع، هم أصلا سؤالين سهلين. بالنسبة بقى رابعا القراءة من نص العبور في المستقبل حرب أكتوبر. طبعا يقول لي معنى كلمة توهم يعني ظن. تمام. أو تخيل يعني. ما أثر انتصار السادس من أكتوبر على الوطن؟ إيه أثر انتصار السادس من أكتوبر على الوطن؟ طبعا رفع خلي الوطن، طبعا الوطن هنا إيه بسم الله ما شاء الله يعني رفعه عاليا، ورفع خلى الوطن طبعا مرفوع الرأس. وطبعا أثبت طبعا إن الوطن أو إن الشعب المصري قادر على تحقيق المستحيل طبعا وعلى الدفاع عن بلده. ما الصفات اللي تحلى بها الجيش المصري في حرب أكتوبر؟ ده سؤال طبعا إجابته مفتوحة. طبعا تحلى بالصبر، تحلى بالعزيمة، تحلى بالإرادة، تحلى بالشجاعة. أي إجابة طبعا أو تضحية بالنفس طبعا. بعد كده القراءة بقى متحررة المحتوى، عكس الأماني الخوف طبعا. الجو العام الذي تتضح في النص السابق اللي هو الفخر والامتنان لرجال الشرطة. علامة يدل قوله لا يغمض لهم جفت، يدل على حرص اللي هو الشرطة أو رجال الشرطة على تحقيق الأمن والأمان. خلي بالك هما الاثنين هنا ولم يستطع الحاقدون، الاثنين هنا فاعل، يعني الحاقدون فاعل بس أقول فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أما الثانية ويفخر بك أي أبواك هنا خلي بالك دي مثنى، هقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنها إيه مثنى. عاوزين نستخرج اسمين مبنيين، فمتى يجتهد المرء اللي يحصل ينل. متى ده أداة شرط أو اسم شرط، ده حدد نوعيهما يبقى تقول هنا متى اسم شرط. أما التي برضو ده اسم إيه؟ اسم مبني. طب نوعه إيه؟ هتقول اسم موصول. اعرف ما تحت خلاص احنا عربناهم. محمد لا يكذب، اجعل الجملة للمخاطب هقول إيه؟ محمد لا تكذب. طب ثم اعرب الفعل هتقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. وبكده انتهت الأسئلة. مع أطيب الأمنيات بالنجاح إن شاء الله.